ويا صلاة النبي، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ويا رب يجعل ايامكم كلها خير وبركه. قولوا امين يا رب العالمين. اللهم يا مغير الحال والاحوال غير حالنا الى احسن وافضل حال. عايزه اقول لكم بقى حطوا لي لايكات كتير جدا، عايزه تشجيع يا بنات، لان ده اول روتين ليا اعمله معاكم في القناه يكون كبير كده. فرجاء منكم حطوا لي لايكات، شيروا الفيديو لكل اصحابكم. عايزه اقول لكم الفيديو النهارده يكون ممتع جدا، شيق جدا جدا، هيبقى فيه تشجيع بدرجه رهيبه. عايزه اقول لكم بقى تعتبروها تنظيفات رمضان 2024. هتقولي لي هتبداي من دلوقتي؟ عايزه اقول لكم هي دي مش تنظيفات رمضان، يعني استحاله انا هنضف المطبخ هتفضل عليها رمضان وبعد العيد كمان. هننضف مع بعض تنظيفات حلوه جدا، بس كل اللي انا هقوله لكم ان دي تنظيفات علشان ممكن على رمضان مثلا بيكون في حاجات كتير جدا ممكن نعملها، فانا مش هقدر اعمل كل ده مره واحده او في فيديو واحد. فانا جمعت لكم الفيديو النهارده كله مع بعض، بحيث بقى تاخدوا خبره، تشوفوا حاجه انا مثلا عملتها، انتوا بتعملوا حاجه احسن مني تنزلوا تحت في الكومنتات. فعايزاكم كلكم اعرف رايكم في الكومنتات. بصوا شايفين شكل المطبخ ازاي؟ احفظوا شكل المطبخ واعرفوا شكل المطبخ، عشان في فيديو كمان هتشوفوا حاجه تانية خالص هيعجبكم جدا جدا ان شاء الله. هستنى برضو رايكم في الفيديو الجاي. بقى المطبخ عندي متبهدل، يعني ده كان الصبح كده، انا قلت على الصبح بقى نصور اللقطة دي. طبعا زي ما احنا نشوف حاجة نظيفة لازم برضو نشوف احنا نظفناها ازاي او ايه كان قبل التنظيف. تمام. الفكرة في ان انا مش هجيب لكم مطبخ نظيف ويلا ننضفه مع بعض، لا احنا زي مطبخنا العادي جايبين عيش، والعيش كان على الرخامة وفضينا العيش في الاكياس، فطبعا الردة نزلت على الرخامة. بنتروق الصبح، خلصنا فطار، فطبعا المواعيد بتاعه الفطار في الحوض عشان تتغسل، فعندنا حاجات بسيطه، مش عندنا حاجات زحمه، مش عندنا حاجات تتعبنا في المطبخ. تمام. يوم ما تروحي تروقي المطبخ ده يكون عامله حسابك يكون عندك غدا في البيت، مش هتعملي الغدا خلاص هنعمل حاجه في السريع، شويه مكرونه وشويه بطاطس متحمره ومشي حالك. او عندنا اكل بايت، ازواجنا هيجيب لنا اكل من بره، المهم نمشي يومنا، اليوم اللي يكون فيه ترتيب او تنظيف في المطبخ. عايزه اقول لكم اليوم ده بيبقى صعب جدا جدا، فانت هتكوني تعبانه اكتر من ان انت بتروقي. وحاجه كمان، لما نيجي نروق المطبخ يا بنات ما نجيبوش كله او نقلبه كله راسا على عقب في يوم واحد، لا احنا مثلا هناخد مثلا ضرفه نغسلها كويس جدا ونشيل المفرش ونلمعه ونلمع المطبخ من جوه، وخلاص بكره نعمل الضرفه التانية، بعد نعمل الضرفه التالتة، يوم هنعمل الحيطان كلها مره واحده. تمام. فلازم نوزع المهام بتاعتنا على ايام الاسبوع، مش كله مره واحده، بحيث ان احنا نتعب بعد كده، او نيجي بقى احنا تعبنا في يوم واحد نيجي ناخد الاسبوع كله عضلاتنا تعبانه او جسمنا واجعنا مش قادرين نعمل اي حاجه. لا احنا عندنا بيتنا وعندنا اولادنا وعندنا ازواجنا طبعا، فحرام ان احنا نقف في المطبخ طول اليوم ونهملهم. لا انت ابنك عايز يذاكر له، عايز ياكل، عايز يذاكر، طب انت عندك طبعا جوزك مثلا جاي من الشغل عايزك تقابليه، فمش هينفع ان احنا واقفين طول اليوم في المطبخ. فاليوم اللي هتعملي حاجه خشي اعملي حاجه بسيطه كده، وانت بتعملي الغدا اعملي ضرفه ضرفتين بس تعمليها كويس بما يرضي اللي تغسليها كويس من جوه ومن بره، وتغسلي المفارش بتاعتها وهتبقى الدنيا تمام. انما هتعملوا كله مع بعضه، عايزه اقولك هتحسي ان انت تعبتي ومرهقه كده. فمش هيجي حيل ان انت مثلا عايزه تعملي الحاجه بضمير، لما يجي بقى اخر اليوم خلاص هتيجي تعوزي ان انت تلمعي الحاجه اللي مش نضيفه عشان تلم الدنيا. فافضل حل واسلم حل هاتلك ضرفه واحده اعمليها باتقان، لمعيها كده بكل الصابون يوصل فيها تبقى الدنيا تمام معاكي. عايزه اقولك بقى المفرش ده الرخامه عندي كلاسيك اللي هي اللون الاسود بالشكل ده كده وفيها حاجات بتلمع، بس حلوه جدا، بس على ما انها حلوه بس بحس ان هي مقفله المكان او مضيقه المكان، بحسها حته صغيره. انما المفرش اللي انا كنت فرشه ده وطبعا كنت قلتولي شيليه، عايزه اقول لكم المفرش ده كان مديني وسع عندي في المطبخ، مع ذلك قلت هشيله كفايه عليه كده، هو انا حطيته كتير جدا، فهنجيب بقى حاجات حلوه تانية بعد كده. شلت المفرش، لو عجبكم قولوا لي ارجعه، لو مش عجبكم قولوا لي اشيله. همسح بقى الرخامه بتاعتي هغسلها كويس جدا جدا، هغسل الحيطان وبص هلمع كل حاجه على قد ما اقدر. بص الجو حر فخش بقى ايه، اشتغلي، انما لما يجي يدخل علينا الشتاء تحس ان انت بردانه كده ومش عايزه تقومي من تحت البطانيه. فقومي بقى كده وتشجعي وشوفي المطبخ عندك مش نظيف، الحيطان عايزه اقول لكم الحيطان يا بنات لازم تعمليها مره كل شهر، اقل حاجه لو ايديكي مش فيها، يعني مثلا الحيطه اللي فوق البوتاجاز الحاجات العاليه فوق الشباك والكلام ده كله انا بعملها مثلا في حدود مره كل شهر، لان انا مش بطولها لازم اقف على البوتاجاز واعمل اللي انا بعمله في الفيديو ده. فهي مره كل شهر حلوه جدا بالمستر شاهين هيلمع لي الدنيا، وعايزه اقول لكم في ثواني ما بتاخدش معايا حتى تنظيف المطبخ ده ساعه، بكون ملمعه الدنيا وشاطفه بشويه ميه والدنيا بتبقى تمام.
غسلت بقى المطبخ بتاعي وغسلت الرخامة. عايزة اقول لكم انا كنت بعمل مش عايزة مية كتير تنزل في الارض، يعني نحاول نلم الدنيا على قد ما نقدر. وعندي حاجة كمان، انا عندي تحت الحوض بيكون في حاجات مثلا اللي هي الصابون او الاريال والكلام ده كله، فبلاقي المية برضو بتنزل من تحت الحوض، فبطلع الحاجات اللي تحت الحوض دي كلها واطلعها بره عندي في الصالة، بحيث المية لما تنزل تسرح بقى على طول واعرف المها على طول. فجيت بقى غسلت الرخامة عندي وغسلت الحيطة دي، غسلت المطبخ من فوق. اي حاجة ممكن تلاقيها ان هي مش نظيفة معاكي اعمليها. الحاجات دي ايه اللي هيوسخها؟ لما اجي اشغل الخلاط مثلا ويطرطش معايا نقطة مية او نقطة عصير او اي حاجة بتتبهدل. غير كده هي ما بوصلهاش اي دهون خالص. الناحية اللي بيوصلها دهون هي الناحية بتاعة البوتاجاز، دي اللي بتتغسل كويس جدا. غير كده بقية المطبخ ممكن يتغسل بصابون ويتلمع عادي. الحيطان بتاعتي علشان طبعا في حاجات جديدة هنعملها وتنظيفات جديدة، فلازم بقى نروق المطبخ كويس جدا، مش نعمله بقى يعني عشان احنا نكون حاطين الحاجة او مغيرين شكل المطبخ واحنا قلبنا مطمن ومرتاح. فهنغسل المطبخ كويس جدا، هندعكه كويس وهنلمعه بالمية. اهم حاجة انا عندي مثلا زي مكان بتاع المطبخ ده انا ما بحبش اغسله وبعدين اجيب فوطة وانشف وراه، لا انا احب يكون كده بيلمع كده، فبنزل فيه المية، لان الفوطة او القماشة ممكن فيها يكون نسبة مسيرة شوية او فيها يعني شكل الخيوط بتاعة القماش فيها، انا مش حابة كده. فطبعا المطبخ عندي او الحيطان انا ممكن اغسلها عادي وامسحها بالقماشه، لان انا هغيره او هحط عليه ستيكر بعد كده. فبالنسبه لي التسييره دي مش محتاجاها في حاجه، انما اللي انا محتاجاها او محتاجه لمعتها كده وزهوتها اللي هو المطبخ. فالمطبخ هشوفه بشويه ميه كويس جدا. الرخامه بتاعتي غسلتها ونضفتها على قد ما اقدر، وهمسحها برضو يعني مش يكون فيها نقطه ميه خالص خالص خالص. تمام. هنيجي برضو للمواعين بتاعتنا. عايزه اقول لكم يا بنات المستر شاهين ده حاجه حلوه جدا جدا. يعني المستر شاهين دي الازازه ب8 جنيه او ممكن تكون وصلت 10 جنيه الله اعلم، بس عايزه اقول لك هي سعرها يعتبر بالنسبه للمنتجات التانية سعرها اهدى حاجه، بس بتنظف وتلمع المواعين جدا جدا. عندك طبق ازاز اغسلي بيها رش عليها المستر شاهين. عندك كوبايات الشاي او كوبايات الازاز رش مستر شاهين، بس ما تجيبيش على الالومنيا او الستانلس. انا بستعمله مثلا كان طبق بلاستيك حافظات الطعام، بستعمله مثلا في اللي هو بتاع الدوار بتاع التوابل، بستعمله في اي حاجه ازاز، بيدي الحاجه كانها لسه جديده بالظبط، بتبقى بلمعتها جميل جدا جدا. فخلوا المستر شاهين بصراحه انا بالنسبه لي هو دراع اليمين في المطبخ، ما ينفعش المطبخ بتاعي يخلى من غيره. قبل ما الازازه تخلص اكون جايبه غيره، لانه بينظف وبقى حلو جدا يا بنات. وبعدين بقى بيسهل الدنيا. انا عايزه اقول لكم الطبق المثلث ده الحرف عنده دايما بتتبهدل او بتتوسخ منه، فبجيب المستر شاهين وبرش عليه دقيقتين 2 بس بتلاقي الدنيا فله. طب اهم حاجه في المستر شاهين نخلي بالنا بالنفس يكون بعيد علشان بيعمل كتمه او حرقان على الصدر. حاجه كمان لازم تلبسي جلافز، او ما عندكيش جلافز البسي اكياس او اي حاجه واغسلي بيها علشان بياكل في الجلد بتاعك. انا ما بعرفش استعمل اي جلافزات خالص خالص، وما بعرفش البس اي اكياس، فبجيب الاسبونشه بتاعتي وببلها شويه ميه وبدعك بقى، يعني بخلي الميه كتير وبغسل بسرعه. هو كده كده طالما سبتيه دقيقه او دقيقتين الحاجه بتسيب او بتنزل من عليه بسرعه، فباجي اشوف الحاجه تحت الحوض او تحت الميه بسرعه، وبعد ما اخلص بحط على ايدي اي مرطب وخلاص. بس اهم حاجه يا بنات عشان نحافظ على شكل ايدينا نلبس جوانجي او جلافز. تمام. طقم الدوار ده استانلس، بس عايزه اقول لكم بيطوز بسرعه جدا وبيتبهدل جدا. انا قبل ما استكشف او قبل ما اعرف موضوع المستر شاهين واغسله بالمستر شاهين كان متبهدل جدا، واجي اغسله بالاسبونشه ويبقى الصابون كتير احسه مطوس كده ونقط الميه باينه فيه. انما بعد المستر شاهين عايزه اقول لكم بقى كانه جديد جدا جدا، وبيديني تشجيع ان انا اغسله. انما الاول انا كنت بتضايق منه وكنت ساعات بحس ان في نسبه صدى، بس عايزه اقول لكم بالمستر شاهين نضفه حرفيا وبقى بيرضي. اغسله بقى، والعلب التاول بتاعتي مش شرط ان هي تخلص، لان انا لو هستنى ان هي تخلص واغسل واحده واحده احس ان مش كله نظيف. انما كل ما يتغسل مره واحده كده لا ده هو كله نظيف وهتستعمليه وانت مرتاحه. هتاخدي حاجه من التوابل دي او ازازه او علبه وتستعمليها، فهتيجي تمسحيها وتلمعيها لان هو نظيف. انما لما تستعملي حاجه وتبقى مثلا الملح العلبه فيها ملح وفيها فلفل اسود وتستني لما تخلص، وعلبه الكمون مثلا خلصت وغسلتيها فتحسي ان انت مكسله. انما كل ما يتغسل مره واحده كده بيبقى حلو جدا. طبعا اهم حاجه الغطيان بتكون متقفله كويس جدا، وبعد كده اشطفي براحتك واغسلي براحتك عادي. بس الغطيان ديت عباره عن قشره، فبلاش نجيب السلك المعدن ونجرحه، لان لما بيجرحوا القشره دي بتتشال وخلاص لمعته بتروح. انما هيتغسل بالمستر شاهين وهيدعك برضو بالسبونج او اللي هي السفنجه العاديه. تمام عشان يبقى بيلمع معاكي.
طباق الميلامين، الصواني الميلامين بتتغسل برضو بالمستر شاهين. ساعات الصينيه بيبقى الارضيه بتاعتها او اللي بره، الجزء الخارجي اللي بره ده ممكن يكون بقى مصفر شويه او متبهدل شويه، فاعملي بالمستر شاهين هيخليها لك لسه جديده. طباق الميلامين بتاعتك لو لونها مغير اعمليها بالمستر شاهين بيبقى حلو جدا يا بنات. هغسل بقى المواعين بتاعتي. عايزه اقول لكم بصوا الطبق شكله حلو جدا. بصوا يا بنات، انا كلمه اتقالت لي نحاول على قد ما نقدر نغسل المواعين اول باول اول باول. انتي لو مش عندك صابون سايل او فيكي ايه، لو تشوفي الطبق بتاعك ده بشويه ميه. طبعا اهم حاجه يعني يبقى مثلا مش مكان شوربه او مكان طبيخ او مكان حاجه مدهننه ونيجي نشوفه بشويه ميه ونقول هو كده اتغسل، لا. كلتي طبق مثلا في طبق فاكهه او طبق من الحاجات الخفيفه متبهدل حاجه خفيفه، في الحاله دي بدل بقى لو انت مكسله، بدل ما ترميه في الحوض وتسيبيه وتمشي على طبق على طبق، لا انت ممكن تشطفيه بالاسبونشه كده لو فيها صابون حاجه بسيطه وتركنيه يبقى نضيف، بحيث احنا كده كده هنغسله تاني. يعني المواعين اساسا ما بتبطلش غسيل فيها، من الحاجات اللي بتتغسل على طول على طول، فمش مشكله. بس المهم ان احنا منركنش كوبايه في الحوض، منركنش طبق في الحوض. شربت الشاي لو حتى مكسله تغسليها او مكسله تحطي فيها شويه صابون، انت لو شطفتيها او نزلت الشاي منها تبقى حلوه معاكي وشكل الحوض حلو معاكي. المهم يا بنت على قد ما نقدر ما نيجي نغسل المواعين نروق الحوض بتاعنا، نغسل الحيطان ورا منه، نغسل الحنفيات ما بتلمع بتديكي نفس وبتخلي شكل الحاجه حلو معاكي. قبل ما نطلع من المطبخ طبعا المواعين لازم تنشف. فانا بصراحه انا ما بستناش ان هي تقعد ساعه او ساعتين، او ان انا بقى هطلع بالمطبخ وكمان شويه بقى ارجعهم تاني المطبخيه على ما ينشفوا الكلام ده كله، لا. انا عندي قبل ما اطلع من المطبخ غسلت المواعين بتاعته كفتها ومثلا كنست الارضيه او روقت، خلاص المواعين ترجع قبل ما تطلعي من المطبخ. قبل ما تطلعي من المطبخ هتلاقي عندك الرخامه ناشفه وفاضيه ما فيهاش اي حاجه، تيجي تدخلي المطبخ تاني نفسك هتبقى مفتوحه. انما انت غاسله المواعين وممكن تدخلي متكفيه وتيجي تدخلي المطبخ هتحس ان الدنيا زحمه، مع ان الحاجه نظيفه بس هتحس ان هي زحمه. فافضل حل واسلم حل يا بنات نغسل المواعين ونرجع الحاجه مكاننا. بصوا بقى، انتوا لو ما عملتوش لايك حطوا لي لايك. وعايزه اشكركم على حاجه مهمه جدا، بس قبل ما اتكلم بصوا انا عندي الحيطه بتاعه الحوض دي انا غسلتها كويس جدا، لمعتها، ومن فوق برضو ممكن يطرطش مني نقط صابون ولا اي حاجه، فبغسلها برضو علشان تبقى تلمع معايا. المواعين بتاعتي هرجعها معاكم. وتعالوا بقى اقول لكم على حاجه مهمه. اولا انا عايزه اشكركم كلكم ان انتوا موجودين معايا في القناه، وعايزه اشكر الناس اللي اشتركت معايا في القناه. اللي اشترك ينزل يكتب لي تحت كومنت دلوقتي حالا. انا عايزه اتعرف عليكم كلكم يا بنات، محدش يتفرج عليا ويسكت. انا كلامكم بيبقى حلو جدا جدا وبيسعدني وبيفرحني جدا جدا. انا عايزه اقول لكم انا بدخل كل يوم اليوتيوب واشوف حد كتب لي كومنت، حد عمل لي اي حاجه، يا ستي حطي لي لايك، حطي لي قلب، اي حاجه. المهم انا عايزاكم كلكم تنزلوا تحت في الكومنتات وتعرفوني بيكم، تكتبوا لي انت منين، انت اسماءكم ايه. احنا عايزين نتعرف على بعض يا بنات. حرفيا كومنتاتكم بتسعدني جدا جدا. انا متشكره جدا على الناس اللي دخلت لي جديد، وكل الناس هي يعتبر القناه جديده، بس عايزه اشكر الناس اللي دخلت معايا القناه بجد. انا متشكره على ثقتكم دي فيا، وان شاء الله هكون على قد الثقه بتاعتكم، وان شاء الله هقدم لكم يعني اللي انتوا عايزينه يمكن اكتر كمان. فمحتاجاكم الفتره دي يا بنات تقفوا في ظهري. لو انتوا كملتوا معايا اللقطه دي انزلوا تكتبوا لي تحت ان انتوا من الابطال، عشان انتوا فعلا كملتوا معايا الفيديو للقطه دي. عايزه اشكركم على كومنتاتكم في الفيديو بتاع حصاله رمضان. الفيديو جاب لي بفضل الله احسن مشاهدات. لو انتم مش شفتوها هسيبها لكم في الكومنتات او في صندوق الوصف. الفيديو حرفيا حلو، فيه فكره حلوه جدا جدا يا بنات، وفيه كلام حلو جدا. الفيديو نفسه جاب لي كميه لايكات وكومنتات واشتراكات حلوه جدا، من اكتر الحاجات اللي فتحت نفسي على القناه. فعايزه اشكركم كلكم يا بنات، حرفيا انتوا من احسن الناس اللي قابلتهم في حياتي. شكرا على ثقتكم دي، وان شاء الله مش هتدخلوا الفيديو غير وانتم مبسوطين منه. اي فيديو لو حتى دقيقه واحده لا انا هدخلكم وهتكونوا مبسوطين من الفيديو، فيه حاجات حلوه تفيدكم جدا جدا وتساعدكم ان شاء الله في امور بيوتكم وحياتكم. لو انتوا شايفين معايا انا ما عملتش حاجه، او في حاجه مثلا مش عاجباكم، او انتوا بتعملوا حاجه احسن مني، لو حاجه بسيطه انزلوا تحت اكتبوا لي في الكومنتات، انا اعرفها اقولها برضو معاكم في الفيديوهات. الناس تستنفع بيها، ناخد حسنات من بعض طالما احنا بنعمل حاجه كويسه يا بنات. تمام. فاحنا شغالين كده نسمي الله، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، مش مشكله في نص الفيديو نصلي على النبي. عايزه اقول لكم يا بنات اول ما تدخلوا المطبخ قولوا الدعاء ده حلو جدا جدا. اللهم اني ابرأ من حولي وقوتي والجأ الى حولك وقوتك يا ذا القوات المتين.
روحي على المكتبه وصوري الاذكار، جيبي له من على جوجل اذكار ولا حاجه، اذكار صباح ومساء، واديله الصوره وقولوا له اطبع لي دي على ورقه وخليه مثلا يغلفها لك، مش غلفها، هاتي الفويل ابو مش عارفه دلوقتي بنص جنيه او بجنيه اللي هو الشفاف الابيض ده، والزقيها عندك على الحوض وانت تغسلي المواعين. اقعدي قولي الاذكار دي حلوه جدا جدا يا بنات. الدعاء بتاع اللهم اني ابرأ من حولي وقوتي ده حلو جدا جدا، طول ما انت داخله في المطبخ قوليه، ربنا هيديكي قدره ان انت تروقي شغل بيتك او تعملي شغل بيتك وانت مبسوطه وسعيده جدا جدا. حاجه كمان ان قبل ما نيجي ننام لازم نقول اللي هي التسابيح بتاعتنا، اللي هي الله اكبر 33 مره، سبحان الله والحمد لله والحاجات دي كلها لازم نقولهم قبل ما ننام، علشان نقدر يكون عندنا شجاعه اول ما نصحى الصبح، ويكون عندنا قدره ان احنا نشوف شغل بيتنا. عايزه اقول لكم الفتره دي الجو حر جدا، مفرهد الواحد عنده كميه خمول، او حتى لو دخل المطبخ بيحس ان جسمه وجعه، معرفش ازاي، مع ان احنا لسه زي ما بنقول كده بالبلد في ريعان شبابنا، بس الحمد لله على كل حال. نخلي بس اذكار ربنا على لساننا على طول، عشان الحاجات ديت هي اللي هتدينا طاقه نكمل. عايزه اقولك انت مسافه ما تقولي الله اكبر او تقولي اللهم صل على النبي او اي حاجه على لسانك، تحسي ان انت سبحان الله دي حاجه من عند ربنا، ايديكي كده بتوني في قلب المطبخ، بتلف في قلب المطبخ. فحافظوا على الحاجات دي يا بنات، فعلا بتساعد كتير جدا جدا. نيجي بقى على شغل البيت بتاعنا. عايزه اقول لكم المستر شاهين انا برشه على الحيطان بيدي نتيجه حلوه جدا، وبسيبه 5 دقايق 10 دقايق بسيبه بيبقى حلو. بس للاسف انا جيت عملت الشباك بتاع المطبخ، عندي الشباك خشب، فجيت رشيت عليه المستر شاهين طبعا عشان انا بصور، على ما ظبطت الكاميرا وطلعت ومش عارفه ايه وعدلت الموبايل كان المستر شاهين كل في الخشب. انما انا في العادي لما باجي اغسله بالمستر شاهين انا بغسل الشباك بسرعه بالمستر شاهين، برش عليه وبجيب الاسبونش اللي هي السلكه الناعمه، لا بجيب الاسبونش عشان تبقى حنينه برضو، واغسل عند الشباك بسرعه وبعدين بشطفه بالميه بينضف معايا بسرعه. لكن انا عشان بصور معاكم فجيت برشيت المستر شاهين، وعلى بقى اما طلعت ومش عارفه وشطفت الجنب التاني وعدلت الكاميرا والكلام ده كله، فكان المستر شاهين كل في الشباك بتاعي او كل في الدهان بتاعي، فحسيت ان الدهان بدأ يطلع كده وهيبدأ يتشال. فلو انت تغسلي بالمستر شاهين بترش بسرعه وتغسلي في ساعتها وتشطفي في ساعتها، مش تغسليه بالمستر شاهين وتسيبيه مثلا 5 دقايق او 10 دقايق. خلاص يا بنات، عايزه اقول لكم التنظيفات ديت احنا بنعملها قبل شهر شعبان او في شهر شعبان قبل رمضان خالص، يعني بنبدا نعملها مثلا على شهر شعبان، ببدا اغسل معاكم الحيطان، ببدا اغسل معاكم المطبخ من جوه والكلام ده كله. سبحان الله انا عملت الفيديو، فده يعتبر فيديو مجمع كله، يعني انا مش مجمع، ده هو فيديو واحد تمام مروقه في المطبخ كله مع بعضه. فبصراحه انا من الناس علشان انا جبت حاجات ولازم احطها في وقت محدد، مش عايزه الحاجه دي تفضل عندي بره او مكشوفه كتير، فانا روقت المطبخ كله مره واحده، فهعمل مره واحده. انما احنا في الطبيعي يا بنات لا، احنا لازم نعمل كل يوم حاجه بسيطه، المطبخ ياخد مننا ربع ساعه، يعني لو انت بتغسلي المواعين وتمسحي الارضيه والكلام ده بياخد ربع ساعه، زودي ربع ساعه كمان، نضفي ضرفه في المطبخ، نضفي رخامه، نضفي تحت الحوض، نضفي اي حاجه، اغسلي حيطان المطبخ في السريع كده. كل يوم اعملي لك حاجه عشان الحاجات دي ما تكترش علينا. ما تعملوش المطبخ كله مره واحده، ما تقلبوش شقتكم مره واحده، لا انت هاتي المطبخ مثلا خدت منه ربع ساعه، خلاص كفايه عليه المطبخ كده، ونعمل الغدا بتاعنا ونستقبل اولادنا، نقعد نقرا لهم، نذاكر لهم، نتفرج معاهم على التلفزيون، نلعب معاهم، نشوفهم، نراقبهم، نشوفوا بيقولوا ايه، بيتكلموا بايه، بيعملوا ايه. المهم نقعد في وسط اولادنا وبيتنا، نركن الترويق ده على جنب، طالما احنا خلصنا روقنا شقتنا كلها من بره ونطفت وروقنا الضرفه الاساسيه او ضرفتين اساسيين من المطبخ، خلاص نخلص غدانا، نيجي تاني يوم الصبح هنخش مثلا المطبخ خلص مره في مره او في يوم خلص، خلاص هنخش على اوضه النوم، نشوف الدولاب بتاعنا لو عايز يترتب هنرتبه، عايز يتلمع هنلمعه، هننزل تحت السراير هنغسل تحت السراير ونكنس ونروق تحت السراير، هننفض الحيطان وخلاص كده. اوضه الاطفال او اوضه كبيره عندك خلاص خلصت، هتعملي الاوضه واحده بس في يوم ومش هتعملي حاجه تانية، الشقه كلها هتتروق من على الوش كده في السريع، والاوضه بس اللي انت هتحدديها دي اللي هتتعمل بضمير. تمام. عشان احنا ما نتعبش وما نتعبش نفسنا، لا احنا عندنا حاجات كتير عايزين نشوف ورانا ايه. خلاص وصلت المطبخ بتاعي وظبطت الدنيا، نيجي على البوتاجاز. عايزه اقول لكم البوتاجاز يا بنات انا ما بحبش احط عليه اللي هو الفويل ده، بحس ان هو يعني الفويل بغسل البوتاجاز او بلمعه مره او مرتين، بحس بعدها بيومين او 3 ايام انا نفسي بتتقفل من الفويل ده بصراحه، وبلمع كده من على الوش وخلاص. انما لما يكونش فيه فويل بغسل البوتاجاز، اللي خليني اغسل الفويل طب انا اغسل البوتاجاز بتاعي صح، انما الفويل بحس ان انا بكسل اشيل الفويل من بره واغسل البوتاجاز من تحت، فبقى احسن حاجه واريح حل.
باروح جايه غاسله البوتاجاز كده على طول. وممكن بقى وانت بتعملي الفويل بتاعك يتخرم او تجيب مثلا شوكه او سكينه اتخرمت بالصدفه، فانت بقى بتعملي مثلا شوربه وصفت او كبت غصب عنك، بتغلي حاجه وكبت غصب عنك، بتعملي لبن فهينزل ده كله تحت الفويل، فهتضطري تشيلي بقى وتغسلي. فلاقيه احنا مش يعتبر مش بيحافظ على حاجه، ده على ما اعتقد هو بيبهدل الدنيا، فملهاش لازمه. احنا هنجيب البوتاجاز بتاعنا، وطبعا بعد الفطار قليتي بطاطس سخنتي عيش هنغسل البوتاجاز معانا كأننا بنغسل مواعين. برضو ساعة الغدا هنغسل البوتاجاز بتاعنا كأننا بنغسل مواعين. حتى يا ستي يا ستي يعني لو ابسط حاجة، لو انت مش فاضية خالص، لو غسلت بوتاجازك مرة في اليوم احسن بكتير جدا ما تسيبي الفويل عليه. تمام. طبعا في فرش اللي هي الصغيره ديت، اللي هي زي اللي عامله زي فرش الاسنان زي اللي انا ماسكاها دي، بتبقى معدن. عايزه اقولك بتنضف البوتاجاز، وهي اصلا بتاعه البوتاجاز حلو جدا يا بنات. بيبقى في اتنين معدن، واحده لونها فضي وواحده لونها ذهبي، والتانية بتبقى سيليكون، بحيث مثلا نضفتي حاجه محتاجه ان انت مش عايزاها تتجرح بتنضفي بيها. بس عايزه اقول لكم ان الفرش دي حلوه جدا لدرجه ان انا جبت واحده عريضه. تمام. فهاتوا الفرش دي واغسلوا بيها عيون البوتاجاز، اغسلوا تحت البوتاجاز، اغسلوا ممكن حاجه تبقى ناشفه عليكم، بتنضف وبتوصل لحاجات انتوا مش هتعرفوا توصلوا لها، والسلكه ممكن ما تعرفش توصل لها كمان. فخلصت البوتاجاز بتاعي، طبعا بيكون مليان ميه علشان الميه ما بتقع من فوق من على الشباك او ضرفه المطبخ اللي فوق البوتاجاز او الكلام ده كله بتنزل عليها. خلاص. البوتاجاز بتاعي بيكون عبارة عن حراف كده، فيه حروف صغيرة، فلازم برضو ننضفها، ممكن تطرطش فيها زيت او دهون، فلازم الحروف دي نعملها كل فترة والتانية يا ستي، اقل حاجة مرة في الشهر. والله انتي عرفتي تنضفيها خلاص، هتجيبي خلة اسنان وتمشي في اي فتحة صغيرة، تجيبي مثلا حرف السكينة وهتمشي في اي فتحة صغيرة والدنيا هتبقى تمام. انا برضو ما بحبش احط ستيكر على باب البوتاجاز. باب البوتاجاز ممكن انا عندي زي المرايه بيتبهدل بسرعه، ولو طفل عدى حط ايده عليه يبقى ايده بتبصم والدنيا بتبقى صعبه جدا. بس عايزه اقول لكم مسافه ما بيتغسل كده بيبقى كانه مرايه وجميل جدا. فانا ما بحبش احط ستيكر، بقول مثلا حبيت اعمل كيكه، حبيت اعمل حاجه اشوفها في البوتاجاز بدل ما افتح والكلام ده كله. لان انا عندي اصلا البوتاجاز عندي او الفرن من جوه الجلد اللي هي بتبقى سادة السخونيه تطلع بره اتقطعت. فعايزاكم بقى تكتبوا لي تحت في الكومنتات هي دي لها قطعه غيار ولا كل ما افتكر انزل وسط البلد واسال عليها بصراحه بنسى خالص. حته جلده كده في الفرن من بره ماسكه بين الباب والبوتاجاز او الفرن من جوه، بحيث ما يخليش السخونيه تتسرب او تطلع بره فيسيح لي الدنيا كلها، او لا يعني الجلده دي بتظبط الفرن بتاعي. فللاسف الجلده دي اتقطعت نصين، ويعتبر الفرن او البوتاجاز اجي اشغله الاقي ان العيون دي سخنت والسخونيه كلها طلعت بره. فالحمد لله على كل حال. بصوا بقى البوتاجاز عندي جميل جدا جدا، يعني المرايه بقت جميله، فمش محتاج ان انا احط لها ستيكر. غير ما انت تحط لها ستيكر كمان هتسدي نفسك او مش هتشجعك ان انت تغسلي. انما انت حتى لما تشوفي على البوتاجاز وتلاقيه مثلا المرايه مطواسه او مش نظيفه، لا ده انت هتقومي تغسليها. صح. الفرن من تحت او اللي هو الدرج اللي تحت ده لازم برضو ننضفه كويس. لو احنا مثلا سخنا عيش في الفرن الرده بتقع، عملنا مثلا شوينا سمك ممكن يطرطش، ممكن حاجات تقع من الاكل بتقع في الرف ده. فانا غسلته كويس جدا ونشفته، اهم حاجه ننشفه كويس يا بنات عشان ما يكونش بيصدي ولا الكلام ده كله. عايزه اقول لكم بصوا بقى لما جبت السكينه ومشيت في حرف البوتاجاز طلع لي ايه؟ طلع لي مواهب. مع ان حرفيا انا لسه عامله معاكم الحرف ده اساسا قريب، لا في القناه التانية انا عامله الحرف ده معاهم قريب وكان بيطلع بلاوي. فنخلي بالنا من الحاجات الصغيره دي يا بنات عشان ما تكتملاش الدنيا مره كل شهر. اقل حاجه يعني هي مش هتاخد حاجه ولا هتتعبك، وانتي واقفه كده بعد ما خلصت المواعين شدي السكينه، شدي بخله الاسنان هتلاقي معاكي بقى طلع. بس بصراحه انا حبيت السكينه لان السكينه بتدخل لجوه، انما خله الاسنان الصغيره صغيره وبعدين تيجي تضغط عليها تتكسر. الخله بستعملها لما تبقى في بره بقى بحاجه باينه كده بره في البروز اللي ورا، انما حاجه ممكن داخله لجوه كده لا انا ما بستعملهاش. وطبعا عشان اتاكد ان المكان نضيف بروح جايبه شويه ميه وانزلها كده بحيث لو في حاجه لازقه في البوتاجاز طلعت فالميه دي بقى تسيحها خالص، ان كان لو في فتحات تنزل او تطلع بره انضفها. برضو حرف البوتاجاز ده من هنا لازم تروقي على دنيتك، طالما احنا مش حاطين ستيكر فلازم نروق له. لو احنا حاطين مثلا ستيكر او اسمه ايه ده الورق الالومنيا، شايفه الفتحات دي لازم تهوي الفرن بتاعك، لازم تفتحي الفتحات دي في الورق الالومنيا مش تقفلها خالص علشان الدنيا عندي ما تبوظش. احط بقى الحوامل وهظبط البوتاجاز بتاعي. عايزه اقول لكم ده كده المطبخ
يعتبر نضفته وخلصته. الحيطان بقت بتلمع، ما فيهاش اي دهون، ما فيهاش اي يعني مش متلوثه او ما فيهاش اي تسييره او بصمات ولا اي حاجه. عايزه اقول لكم بصوا الحوض عندي للاسف، وكنت حاطه عليه استيكر. عايزه اقول لكم عارفين في استيكر بيكون شفاف كده من الظهر، بيكون شفاف خالص، مش تستعملوه، ده بيبقى وحش جدا. عايزه تحط الاستيكر بتفتحي او بتيجي تشيلي الاستيكر، هتشيلي اللزقه اللي عليه من ورا، هتلاقيه ظهره لونه فضي، عامل زي الالمونيا كده، لونه فضي كده مش شفاف. ده بيبقى حلو، بتقدر تستعمليه وبتشال بسرعه. انما لما تيجي تفتحي اللزقه وتشوفيه، هتلاقي اللزق بتاعه او ده عباره عن حاجه شفافه كده، عاكس حتى الرسمه، فما تجيبوهوش، ده وحش جدا ومش هيلزق، او لو لزق مش هيتشال. خلاص الدنيا رقت عندي وبقت جميله جدا جدا. استنى الفيديو اللي جاي يا بنات، هيبقى عباره عن تجديدات وتنظيفات حلوه هتعجبكم قوي. هنقدر نقول دي انا ما كنتش غسلت المطبخ من بره، هغسله بقى في يوم تاني عشان بصراحه انا كنت تعبت فعلا. هنيجي بقى نرص حاجتنا، والحاجات اللي بره هنحطها تحت الحوض، وكل حاجه نحطها تحت الحوض وخلاص. وعلى الرخامه التانية دي الحاجات اللي انا اشتريتها، اللي انا هعملها معاكم في فيديو جديد، شويه استيكرات وشويه كده، هذا من فضل ربي، فازة ورد، حاجات جميله جدا ان شاء الله هتعجبكم، حاجات بسيطه وعلى قد الايد ومش مكلفه خالص. يعني انت لو عملتي حاجه بسيطه كده هتعملي، وان شاء الله هقول لكم الفكره الجايه او في الفيديو الجاي ازاي انا قدرت اجيب حاجات زي كده من حاجات بسيطه خالص. لو انا لو فيديو النهارده عجبكم، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، ولو انتوا كملتوا معايا الفيديو للاخر انزلوا تحت اكتبوا لي في الكومنتات هذا من فضل ربي. الحمد لله يا رب، ربنا يزيدنا جميعا ويزيد الناس جميعا. انا عايزه اشوف الايه دي عشان كل ما اشوفها اقول هذا من فضل ربي، الحمد لله يا رب، كل ما اشوفها اقول الحمد لله. فعلا من حاجات بسيطه بس بتعين الواحد وبتفرح الواحد. انا ما جبتش حاجات غاليه وما جبتش حاجات كتير، حاجه كده بسيطه على القد. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. استنى طبعا رايكم في الكومنتات، لو ما اشتركتوش اشتركوا، واستنوا شوفوا الفيديو اللي بعد ده هيبقى حلو جدا جدا يا بنات ان شاء الله. هستنى رايكم في الكومنتات. مع الف سلامه.